جات لي العياده محبطه وقالت لي انت الامل الاخير. زوجي واهلي شايفيني بتدلع وانا متألمه بجد. انا مش بتدلع والالم بيزيد يوم عن يوم، بس الغريبه ان بيجي عليا اوقات مفيش الم خالص وكأني ما عنديش مشكله تماما، لدرجه ان انا بدات افكر ما جايز ممكن يكون عندهم حق واطلع بتدلع فعلا، بس انا فعلا متألمه. استخرت كتير قبل ما اجي لحضرتك يا دكتور ومتأمله خير ان الاقي علاج عندك. ده كان مضمون شكوى احد المرضى من مرضى كتير جدا من السيدات بيجوا لي العياده، وللاسف الفتره الاخيره زاد عددهم. شكوتهم كلها متشابهه تقريبا بنسبه 90%. عندك الم في عضلات جسمك كله، بتحس ان جسمك فيه اجهاد عام او حرقان. الالم بيجيلك في اكتر من مفصل او اكتر من منطقه، كوعين، كتفين، ركبتين، او حتى الساعدين او الفخذين. في الغالب بيكونوا اتنينات. الالم زي ما قلنا بيشبه الشد العضلي او الاجهاد، حاسه مرهقه، حاسه جسمك مكسر على طول. اقل مجهود بيتعبك. النوم على طول ملخبط، مش بتعرفي تنامي، او ساعات كتيره بيجيلك ارق وتصحي من النوم. الاعراض دي كلها اعراض مشكله بنسميها الفايبروميالجيا او متلازمه الالم العضلي الليفي. ان شاء الله في الفيديو هنبدا نتعرف على اسباب المشكله دي، ازاي نشخص نفسنا بالمشكله دي، ودي حاجه بتواجهني كتير جدا، وللاسف تشخيص الموضوع دوت محير جدا وبيخليك تلف حوالين نفسك. وهقول لكم ايه طريقه العلاج ان شاء الله اللي بامر الله لو تعاملنا بيها مع المشكله دي هنقلل الاعراض اللي عندنا، وباذن الله يكون الفيديو ده محطه تفرق معانا جدا جدا في علاجنا. واقول لكم على بعض النصائح اللي من شأنها تحسن لك الاعراض. فيديو دسم ان شاء الله، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم ابطال، عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. بعد ما لفيت على دكاتره العظام، ودايما هتلاقوني في الفيديو ده بوجه خطابي للسيدات، لان المشكله بتاعتنا النهارده بتصيب 90% نسبه السيدات اكتر من الرجال. يعني كل 9 سيدات بيجي لهم المشكله دي قدامهم واحد راجل من اصل 10. لفيتوا على دكاتره العظام وتعملوا التحاليل، مفيش مشكله. قلنا نروح لمشاكل الامراض الروماتيزميه نعمل تحاليل الروماتيزم كلها، مفيش مشكله. اهلنا بداوا يزهقوا مننا واحنا بندلع ولا ايه؟ ده سيناريو متكرر دايما عندي في العياده. لما بسمع السيناريو ده على طول ببقى عارف ان احنا في الغالب بنتكلم في فايبرو، لكن قبل ما تنطبق عليه معايير التشخيص اللي هنقولها قدام في الفيديو ما بنحكمش عليه ان هو فايبروميالجيا. طيب ايه اسباب الفايبروميالجيا اللي بتعمل لي الالم العضلي الليفي؟ الحقيقه المشكله دي مشكله مناعيه ملهاش سبب واضح عندنا في الطب، وكلها نظريات. فهو له جوانب فسيولوجيه كيميائيه موجوده في الجسم بتاثر على مدى احساسنا بالالم، او بنسميها البين برسبشن. يعني المخ نفسه عنده مستقبلات بتحسسه بالالم، بتقول لك انت متالم ولا لا، لكن درجه الالم نفسها انا متالم شويه ولا متالم كتير، ده بنسميه الاحساس بالالم. المشكله بتاعتنا بتاثر على الجهاز العصبي المركزي وتعملي حاجه بنسميها سنترال سنسيتايزيشن، او زياده الالم المركزيه اللي جايه عن طريق المخ. يعني في الم في المفصل لكن المفروض مثلا مقداره 2 انا احس بيه 8 من 10. وكنت اتكلمت على الموضوع ده بتفصيل اكتر في فيديو بعنوان فلسفه الالم المزمن، ممكن ترجعوا له هيفرق معاكم كتير جدا. في نظريات بتقول ان الفايبروميالجيا بتيجي نتيجه التعرض لستريس لفترات طويله، زي مثلا تكوني شخص قلوق بطبعه، تعرضت لضغط امتحانات كبير مع ضغط مثلا من الاهل في البيت او غيره. في نظريات بتقول ان بيكون في استعداد وراثي، يعني في ناس وراثيا اكثر عرضه للاصابه بمشكله الفايبروميالجيا. في نظريات بتقول ان الدايت اللي فيه سكريات او نشويات كتير ممكن يتسبب في كده. بس الحقيقه زي ما قلت كل دي محض نظريات، ما نقدرش نقول في سبب واحد معين، ويجوز الجمع ما بين كلها. في استعداد وراثي، اتعرضتي لستريس لفترات طويله، اكلك مش متظبط، عشان نخلي بالنا من الكلام ده في العلاج. بناء على احصائيات اتعملت في امريكا، حوالي 4% من الناس بتصاب بمرض الفايبروميالجيا، وزي ما قلت 90% منهم سيدات، تتراوح اعمارهم ما بين 22 ل 45 سنه، لكن لقوا في ناس اكتر من السن دوت عندها واقل من السن دوت عندها. ازاي نشخص مشكله الفايبروميالجيا؟ ودي نقطه اساسيه جدا، لو هتطلع بالفيديو بس منها تكون استفدت. فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تشيره عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس، وعرفني تحت اذا كان عندك الاعراض اللي هنقولها في التشخيص دي ولا لا. اول حاجه لازم نستبعد وجود مشكله روماتيزميه اخرى، يعني احنا بنتاكد ان مفيش مشاكل في العظم، مفيش مشاكل روماتيزميه اخرى زي الروماتويد او الذئبه الحمراء او غيرها في الاول. بس ده مش معناه ان ممكن يكون عندك مشكله روماتيزميه وعندك معاها فايبروميالجيا، ممكن يكون عندك الاثنين، لكن لازم في الاول عشان نعالج صح نبقى عارفين في مشاكل ثانيه ولا لا. تاني حاجه لازم يكون عندك اضطرابات في النوم. لو المشاكل اللي عندك دي كلها موجوده ومفيش معاها اضطرابات في النوم،
في الغالب انت مش فايبروميالجيا. الحاجه الثالثه والاساسيه جدا، في خريطه بنسميها وايد سبريد بين اندكس، يعني مؤشر الالم الخاص ب 19 نقطه، وهم كالتالي: الفك يمين ويسار، منطقه الكتف ولوح الكتف اليمين واليسار، منطقه الدراع من فوق اليمين واليسار، منطقه الدراع من تحت اليمين واليسار، منطقه الحوض والمؤخره يمين ويسار، منطقه الرجل اللي هو من تحت الركبه كده لحد نص القصبه يمين ويسار، منطقه الرجل من تحت نص القصبه لحد الكعب يمين ويسار، منطقه نص الظهر ومنطقه اسفل الظهر ومنطقه الرقبه ومنطقه الصدر ومنطقه البطن. دول عباره عن 19 منطقه فيها الام في الجسم. لو عندك او عندك 7 نقط او اكتر فيهم الام، فالاختبار دوت بوزيتيف او ايجابي، وفي احتماليه كبيره قوي ان انت يكون عندك فايبروميالجيا. لكن لازم، ودي النقطه اللي بعد كده، تكون الاعراض دي او الالام دي عندك بقالها على الاقل 3 شهور. ممكن تكون بتروح وتيجي خلال 3 شهور، بس لو بتجيلك او عندك الحاجات دي قبل 3 شهور لسه ما نقدرش نشخص فايبروميالجيا. العلامه الثانيه المميزه بيكون مصحوب بالحاجات دي كلها مشاكل ثانيه، زي مثلا القولون العصبي. لو عندك كل الحاجات اللي قلنا عليها دي مجتمعه، فانت غالبا عندك فايبروميالجيا او عندك فايبروميالجيا. حتى لو عندك مشاكل او عندك مشاكل في العظام، ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي او غيره، او حتى مشاكل روماتيزميه اخرى، او ما عندكش مشاكل دي خالص ويكون عندك فايبروميالجيا فقط. ازاي بقى نعالج الفايبروميالجيا؟ وهل اصلا ان انا اتشخص فايبروميالجيا دي حاجه تفرق معايا، ولا ده مرض ملوش علاج وخلاص اطنشه وبلاش اشخص نفسي بيه عشان ما اقرفش نفسي؟ اللي يقول لك او اللي يقول لك ان الفايبروميالجيا ملوش علاج، يعني ده مش كلام مظبوط. هو طبيعي دي مشكله مناعيه ومش فاهمين عنها كتير، لكن كتير جدا من الكلام اللي هقوله لك او هقوله لك هيقلل جدا من الاعراض اللي عندك، فتمارسي حياتك بشكل طبيعي خالص. بعد ما اقول لك العلاج هقول لك على بعض العوامل اللي حاولي تتجنبيها، لان لو عملتيها ممكن تضر، واقول لك الصح بتاعها ايه. اول حاجه في العلاج، لقوا ان التمرينات الهوائيه البسيطه زي المشي مثلا 20 دقيقه يوميا بتساعد جدا جدا في تقليل التوتر، ومن ثم علاج اعراض الفايبروميالجيا. لاحظي المشي ما يبقاش كتير ومجهد. حاجه الثانيه، تمرينات التنفس العميق او الديب بريذنج اكسرسايز، اللي بتتم عن طريق بتحط ايدك على صدرك وايدك على بطنك، بتاخدي نفس جامد من مناخيرك، تحاولي تملي بطنك بالهواء زي البالونه، طلعي الزفير من بقك وانت عامله حرف او. هنعملها 5 عدات 5 مرات بعد كل صلاه مثلا. هتفرق جدا معانا في تحسين دخول الاكسجين في الجسم وتشبع الانسجه بيه، وعلاج اعراض الفايبروميالجيا. ثالث حاجه، من فضلك حاولي تهدي شويه، قللي التوتر. انا عارف ان الكلام ده اتقال لك كتير، وعارف ان انت شخص متزن، مش بنقول ان معنى ان احنا بنتوتر لازم يكون عندنا مشاكل. ساعات انا بلاقي نفسي مثلا بجز على اسناني وانا نايمه، او شاغله بالي بكل حاجه، دماغي مركزه مع كل حاجه. على فكره انا كده متوتر. احاول اصفي ذهني على قد ما اقدر، امارس مثلا عباده التامل. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ان احنا نتامل في الكون. لو عارفه قعدتي ربع ساعه كده تبصي للسماء وتركزي مع حركه السحاب، فضي ذهنك على قد ما تقدري، وحاولي تبعدي عن الموترات، هتفرق معاك كتير. رابع حاجه، العلاج المائي والسباحه. الميه لها تاثير مفيد جدا للجسم، ورياضه خفيفه هتساعد على تقويه العضلات. طبعا ما نعملهاش لدرجه الاجهاد، ده بالاضافه ان الميه نفسها وتاثيرها على الجسم، كلنا واحنا بننزل ميه بنتبسط، فهتحسن المزاج، تقلل الاسترس، تظبط اعراض الفايبرو. 5، تمرينات المقاومه منخفضه الشده. عايزين نروح الجيم؟ اوكي مفيش مشكله خالص، العب على الهادي، عدات 12 عده مثلا، ما نزيدش عن كده، باوزان خفيفه نسبيا، وما وصلش نفسي للاجهاد، هتفرق معانا كتير. طبعا بنتكلم تمرينات المقاومه دي هتفرق معانا جدا في علاج المشاكل والام المفاصل اللي بنقول عليها دي على حسب المفصل. فمثلا هاخد مفصل للركبه على اساس انه من اكتر المفاصل اللي بتتاثر مع الفايبروميالجيا. هقول لكم على شويه تمرينات هتفرق معاكم. اول تمرين هتعمليه هو الاستلقاء على الظهر بالشكل ده، وتاخدي رجلك عليكي وتحاولي ترفعي رجلك مفروده بالشكل ده. بنثبت في التمرين 2 3 بس مش اكتر، ونكرره 12 عده. التمرين الثاني بننام على جنبنا ونحاول نفرد رجلنا بالجنب بالشكل ده، نعمله برده 12 عده. ده بيقوي عضلات الجلوتس الجانبيه، والاول بيقوي عضلات الفخذ اللي بتدعم الركبه بشكل كويس. ثالث تمرين بننام على وشنا بالشكل ده ونحاول نرفع رجلنا لفوق مفروده، وده بيقوي عضلات المؤخره اللي من شانها تدعيم الحوض والركبه بشكل كويس. نعمله برده 12 عده، هيفرق معانا كتير جدا التمرينات دي. بعد ما خلصنا العلاج وقبل ما ننهي الفيديو هقول لك على شويه عوامل لازم تتجنبيها عشان العلاج يجيب نتائج كويسه. زي ما قلت تاني، الاسترس والتوتر ابعدي عنه. ممكن يكون بنعمل الكلام ده كله في لحظه واحده بس التوتر يزيد، تلاقي الاعراض انتكست تاني. الحاجه الثانيه، المجهود البدني الزايد، شغل البيت، ان احنا نبدا نقول خلاص في تمرينات مقاومه او في سباحه او الحاجات الحلوه دي، بس نزود المجهود جامد، فلاقيها قلبت ضد، ابدا اقلق واتوتر. ازاي الكلام ده كان بيريحني؟ ايه اللي حصل؟ فابدا اتوه فاتوتر اكتر، الاعراض تزيد.
عايزين ما نعملش كده. الشتاء والجو البارد ممكن يزود لك الاعراض، حاولي تدفي نفسك. الصيف والجو الحر قوي ممكن تزود الاعراض، حاولي تسقعي نفسك او تقعدي في جو كويس. تمارين الاطاله الثابته او الاسترشات الثابته لفترات طويله جدا ممكن تعمل نتائج عكسيه. كذلك المساج العميق القوي، نعمل اطالات بس ما نثبتش فيها اكتر من 15 او 20 ثانيه، ونعمل مساج حتى او ريليز بالايد، وده طبعا بيتم في العلاج الطبيعي، بس ما نضغطش جامد الدرجه اللي تسبب لي ارهاق او الم جامد. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل ونشير الفيديو عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. الفايبروميالجيا هي مشكله ليها علاج ومش اخر الدنيا، ومش بنهرب من التشخيص بتاعها، ولما افهم نفسي هيكون افضل. وبالاضافه للتمارين والحاجات اللي قلناها دي، ممكن نحتاج ان احنا نروح لدكتور امراض روماتيزميه نتابع معاه، هيفرق معانا كتير. ممكن نحتاج نروح لدكتور سايكوثيرابي او بتاع علاج معرفي سلوكي يكلمنا اكتر عن مشكلتنا، نفهم عنها اكتر فنعالج الموضوع. لو عملنا الكلام ده كله صح، انا شفت حالات عندي في العياده كتير كانوا بيعانوا لفترات طويله، لما عملنا كل الكلام ده مع بعضه صدقا، وده بناء على كلام الناس نفسهم، النتائج اتحسنت جدا جدا جدا. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال. سلام عليكم.